بُص، أنا مصدّقاكم جدًا إنكم بتحبّوا بعض، ومصدّقاكم جدًا إن أنتم عملتوا حاجة ما تتعملش فيها حُب ووفاق وكل حاجة، بس طبعًا اللي مش مصدّقاه، بس يعني عارفة إنه مش كتير، بس أكيد بيحصل إن أنتم بشر، يعني ده إحنا بنبقى قاعدين أخوات في بيت بنتخانق. في فرضيات ممكن، يعني هو النهارده في فرضيات بتجبر على البني ادم ان هو بيعملها. بمعنى ايه؟ وانا النهارده لو عايش مع زوجتي لوحدها، وبلاش بقى ليا زوجه تانية، عندي اختي او عندي والدتي او عندي، هتتخانق معايا، ما ده اللي باقوله. لا وخلاص حكم الظروف عليا ان انا استضيف الزوجه، الاخت عندي او الام عندي او الكلام ده كله من جوه بيتي. طب ما احنا هنعيش. لأ، بس هي مختلفة شوية برضه. يعني معلش بس مش هما لا، مش هما هاقتنع هما يعني. برضا، مش هاقتنع إن بُص هُم بيحبّوا بعض أخوات وحبايب وصحاب وكل حاجة، بس الغيرة لا يمكن تكون. يعني بُص هي حتى أمّا اتكلمت قالت لك إيه، قالت لك وبينام في الأوضة التالتة عشان مراعاة ما الشعور. هو وده لو هي الموضوع هي الموضوع بالنسبة لها صفر تمام خالص، مش هتقول مراعاة شعور. لازم، هو ده كان نزول عن رغبتهم هم، يعني هم. ما انا بقول لحضرتك ليه في اول الكلام، الست هي اللي بتبقى ماشيه الدنيا، بس طالما الست ماشيه الدنيا في الاتجاه السليم خلاص ما خليها ماشيه. لأ قصدي أقول إن لو حد بيتفرج على اللقاء ده ومتخيل مثلًا إن الاتنين دول متبلدين المشاعر، أو إن ما عندهمش غيرة خالص، أو إن ما عندهمش غيرة خالص أو كده، لأ ده مش حقيقي. ما فيش ستتين على وجه الأرض ربنا خلقهم، دي طبيعة، ربنا خلقهم هيبقوا عادي. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيغيروا. بالضبط، هيبقى عادي. أنتِ نفسِك قُلتِ مراعاة الشعور، ده معناه إن أنتِ ممكن شعورِك يتجرح لو شُفتِ حاجة من. شعور ليها هي ليا وليه هو ليا، يعني أيوه، أيوه. ثلاثة، مش الموضوع معرفش مش هو ليه هو بس اللي هو مش عادي أوي يعني. ما هو مش عادي قوي عشان هو خاطر في واحد، يعني معلش هو انت ما بتبصيش لواحده نظره التانيه ممكن تتضايق منها. يعني انا براعي الموضوع دوت دايما، ان انا يعني لو بصيت لي دي نظره ببص للتانيه نظره. لو اتكلمت ده حِمل بصراحة. ده حمل غير عادي ما حدش متخيله. الناس بتبقى متخيله ان لك ده حِمل. الناس بتبقى متخيله ان الموضوع بيبقى سهل. لا، أيوه طبعًا حِمل رهيب، ايوه حِمل فظيع طبعًا. بس هو ربنا يعني سهّلها بيمشي الامور من عنده، عشان الناس بتبقى في الاول وفي الاخر مش قصد. لأ عشان كمان في ظروف، يعني طبعا. حصل ظروف وابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، وربنا دايمًا لمّا بيحط ابتلاء دايمًا بيحط الصبر معاه والتساهيل معاه. أنا باشكركم جدًا، ويعني موضوعكم ده فيه دروس كتير جدًا، جدًا، جدًا مستفادة، والأهم من ده كله إن يمكن يكون حياتكم غريبة بس أنتم مبسوطين، الحمد لله رب العالمين طبعا. راضيين، اللهم مش لك هاقول الحمد. مبسوطين، راضيين. الحمد لله، لا والحمد لله رب العالمين طبعا. فدي حاجة ظريفة جدًا الحمد بصراحة. لله رب العالمين. أنا باشكرِك وباتمنى لِك إن شاء الله الخير زي ما عملتِ خير كتير كده وصبرتِ على جوزِك وربيتِ ولاد جوزِك اللي هم زي ولادِك، يعني قصة ولادها طبعًا ماما إيمان أنت برضه بتحب ماما إيمان؟ أكيد ما كانوش فاهمين في الأول. كانوا بيسالوا ان مثلا ليه مثلا ولاد عمي ليهم ام واحده، ليه مثلا احنا لينا امين. أنا أكيد أنا مش سألتك. يعرفوا، فاحنا بدانا احنا نعرفهم ان مثلا الوضع واحد اتنين تلاته عشان هما والدنيا طلعوا كذا والدنيا أصلاً كذا. طلعوا على ام حمزه. يعني انا ورقيه هي اللي كانت بتطعمهم معايا تطعيم الثلاث ايام والاربع ايام اللي هو بتاع المواليد. حمزه اتولد على ايديها، فطبعا هم طالعين على شافوا أمين بس كده وده فهو التشتت اللي ربنا هم الحمد لله يعني رب مش العالمين. عارفين مين الام الحقيقيه ومين الام اللي مش حقيقيه. الحمد لله. الحمد لله على كل حاجة، وباشكركم جدًا، ميرسي.